خناقات شغل النهارده هنتكلم على شكل خناقات مختلف قوي علشان عشان بيئة العمل مختلفة. هنتكلم مع إيهاب النهارده على الخناقات اللي بتحصل في الفاميلي بيزنس، والفاميلي بيزنس حاجة من الحاجات اللي عليها جدال كتير قوي. some people بيقولوا ده أحلى شركات بتاعت الفاميلي بيزنس، بتبقى كوزي والناس كلها عارفة بعض والدنيا جميلة، وناس تانية بتقول لا الفاميلي بيزنس بتبقى يعني الدنيا سايبة شوية. فنرحب بيك يا إيهاب. thank you for يعني coming here today وعرفنا بنفسك. اهلا بيك يا شيماء ومتشكر جدا على الانفيتيشن الجميله دي. الحقيقه انا مستمتع جدا بالبودكاست بتاعتك كلها اللي فاتت. ولما جات لي الانفيتيشن انبسطت قوي ان انا هبقى معاكي النهارده عشان اتخانق معاكي انت شخصيا. ودي حاجه ممكن تحصل في اي لحظه، فخلينا نشوف كده هنعمل ايه النهارده. انا اسمي ايهاب مصطفى، بشتغل CHRO رئيس قطاع موارد بشريه في احدى شركات خدمات البتروليه في مصر، ولينا شغال بره مصر يعني. وكنت فترة كبيرة جدا من حياتي كنت استشاري موارد بشرية واستشاري استراتيجيك كده، حاجات استراتيجيك في بعض شركات الفاميلي بيزنسز وبعض الشركات الأخرى. فالحقيقة كنت يعني عندي شوية خبرة كده، ويعني وبحس بالكالتشر بتاعة الفاميلي بيزنس. عايزين كده، عارفة يعني دايما في سمعة زي ما انتي قلتي كده في الأول، في سمعه عن الفاميلي بيزنس وحشه وما تشتغلش فيها. روح دور على مالتي ناشونال، عشان المالتي ناشونال ممتازه، هتحسن لك كل حاجه، وعندهم فاليوز وفيجن وميشن وحاجات لطيفه، وهتلاقي بقى ورك انفايرمنت حلوه وبتاع. مع ان للاسف في ناس كتيره جدا عندها فيري باد اكسبيرينس وذ الكالتشر بتاعه المالتي ناشونالز ايفن. يعني مش كل المالتي ناشونالز جميله ولذيذه، في مالتي ناشونالز كويسه، في مالتي ناشونالز مش احسن حاجه في العالم يعني. ومش كل فاميلي بيزنس بالظبط كده. كنت لسه هقول لك بقى ان الفاميلي بيزنسز في بعض الشركات هيوج جدا، وانت سامعه عنها كلام كبير جدا، وعندهم يعني بيزنس قوي جدا. يعني المفاجاه ان 70% تقريبا من بيزنس بتاع العالم كله اصلا فاميلي بيزنس. باي ذا واي، دي معلومه انت قلتها لي قبل ما نبدا، في دراسه قالت الكلام ده. 70%. مش هعرف اتفاجئ قدام الكاميرا يا جماعه، فبس انا اتفاجئت والله قبل كده انا ما كنتش عارفه. خلينا نقول الموضوع ده يعني قوه كبيره جدا في الاقتصاد ان فاميلي بيزنس موجود. واذا كنا عايزين النهارده نقعد نتكلم شويه على الخناقات اللي بتحصل جوه الفاميلي بيزنس، فاكشلي في برضه خناقات شبهها جدا جدا بتتحط برضه، بتلاقيها برضه في المالتي ناشونال كومبانيز. في الكوربريت طبعا. خناقات مش هتخلص. هي بس شكلها يعني هي شكلها مختلف. يعني خلينا نقول الخناقه الكبرى او اول لير من الخناقات بيحصل انه انا كواحده مثلا لو انا عايزه اعمل فاميلي بيزنس ليا ولولادي وكلنا نسترزق منه الحته دي، اتس ماي بيبي، انا هيبقى عندي very rigid فكر جامد قوي ورا انا عايزه شركه ازاي، وعايزه الناس اللي شغاله فيها يبقوا عاملين ازاي accordingly. هبقى عايز ولادي كلهم يشتغلوا في الشركه دي ويكبروها. فالاول خناقه بقى بتحصل في لما الشركه خلاص بتلونش وبتكبر، ويبدا الاب يتنحى عن المنصب الملكي ويديها للجنريشن الصغيره. يس، خليني ابتدي لك بقى. معلش انا اسف، انت عارفه احنا 2 ترينرز فهنقطع بعض كتير. ايوه، فالموضوع هيبقى فيه خناقه بيني وبينك في الكلام شويه، بس خلينا نمانج يعني هنمانج. خليني اقول لك في الاول خالص، المرحله الاولانيه خالص. المرحله الاولانيه الراجل اللي هو الاونر، الراجل ابتدى يعمل انفستمنت ويبتدي يبقى بزنس اونر او رائد اعمال. خلينا نقول ايه هو اللي بيؤمن بيه، ايه الرؤيه بتاعته، ايه المشن اللي هو عايز يعملها، دي كلها بتبقى في دماغه هو. ويبتدي يختار الناس على الاساس ده، وبيفضل يعاني مراحل كثيره وفترات كبيره جدا لحد ما يلاقي الناس اللي هي تناسب عقليته وتناسب رؤيته، عشان هم دول اللي هياخدهم ويطلع بيهم ويجري بيهم، والشركه تكبر على اكتافهم او على اساس وجودهم في الشركه. اوكي. طيب مين اقرب ناس؟ انت لما جيت تفكري كده، مين اقرب ناس ممكن يبقوا فاهمينه كويس قوي وعارفينه كويس قوي؟ صحابي اللي على القهوه. دي حاجه. وتاني حاجه مين؟ قرايبي اللي انا اثق في وجودهم. ماشي. وفي بعض الحالات بيبقى في ناس موجوده في المحافظات، يعني في حد راجل رائد اعمال ليه اصل من مكان معين في محافظه معينه، بيجيب كل الناس اللي معاه. ايوه صح، اسمع عارفه وبتاع، معارفي صح. ولما الشركه بتكبر شويه صغيره كمان، بتلاقي كل الناس بتجيله تقول له معلش شغل ابني.
معلش خليني الراجل ده معاك، معلش يعني اديني فرصه، اديله فرصه، بس ده جامد وحلو وجميل وبص هيساعدك وبتاع. فاول خناقه بتبقى موجوده في او اول استراجل بيحصل ان الراجل ده يلاقي الناس اللي تناسب رؤيته والمهمه بتاعته، الفيجن والماشن، ويؤمنوا بالفاليوز اللي هو بيؤمن بيها، وعايز نشاط وحيويه عشان هو عايز الناس كلها شبهه. اللي بيقبل بده بيكمل الطريق والشركه بتكبر بيه وبتتحكم وبتبتدي تتوسع والناس بتبتدي تشتغل بقلب. وده الجيل الاول اللي هو دايما بيبقى عندنا بقى ايه، بعد شويه هتلاقي ان الجيل ده هو ده اللي بيعمل مشكله قدام. انا now I understand ليه مسميين الجيل الاول الجيل الصامت. انت عارف ان الجنريشن اللي هي من اول تقريبا 42 لاكبر من كده، مش فاكره قد كام if I'm not mistaken، يعني اسمهم السايلنت جنريشن. maybe علشان كده بيبقوا حاطين الميشن والفيجن جوه. طبعا جواهم. انا بهزر. فاحنا النهارده عايزين اول جيل ده هو فعلا بيبقى متحمل مسؤوليه، بيقوم الشركه لان هو خلاص مؤمن بما يؤمن به صاحب الشركه. فانا اول مشكله عندي هنا يا ايهاب انه اسميها ايه يا رب، كتالوج الشركه بالظبط موجود في البني ادمين. بالظبط. زي عندنا دلوقتي في الشركات انه في ميشن وفيجن وكالتشر وملزقينها في كل حته. أيوة. فدي اول مشكله عندي. ايوه، انها مكمونه في بني ادم. خلي بالك هو بما ان الناس كلها بتؤمن بنفس اللي هو بيؤمن بيه واختارهم على اساس ده والناس خلاص بقت معاه، فخلاص كلنا حافظين احنا عايزين نعمل ايه. بلس التشالنج بيبقى في ان احنا نجيب شغل، ان احنا نعمل الشغل، ان احنا نكبر المكان. فمحدش بيهتم قوي بان انا اعلق الفاليوز ولا اقدم فيجن ولا اقول ماشن ولا اعمل الكلام ده. ستيك هولدرز هم كلهم حواليا، انا عارفين انا بعمل ايه وهم عارفين هو انا عارف بيعملوا ايه، فخلاص الدنيا تمام ماشيه كويس. خلي الشركه تكبر شويه. طب معلش قبل ما تكبر شويه، هنا انت كنت معترض في البودكاست اللي كنت بصوره قبليك. يس. لما قلت انه the values والميشن والفيجن هي من الحاجات اللي بتحدد الورك بليس ويلنس. يس. وكنت بشدد واعدد انه الشركات الصغيره والستارت ابس they must have values mission and vision عشان ده اللي بيشكل الروح والويلنس بتاع المكان. انت زعقت لي ليه بقى؟ ما زعقتلكيش ولا حاجه. قلت لي انا هعترض. قلت لك انا هعترض واقول لك ايه اللي بيحصل. ليه بقى؟ اي شركه هتكبر وهتستمر في الكبر الا لما يكون في ميشن وفيجن وفاليوز موجوده، بس ايوه مش كل الناس عارفاها، هو صاحب الشركه بس هو اللي عارفها. طيب. وهو هي في دماغه، فلما تطلع من دماغه للناس خلاص تبقى خلاص معلنه، لكن هي موجوده. انا اعتراضي ان هي في ناس بتقول ان هي مش موجوده خالص. لا موجوده. موجوده بس مش معلنه. فكرتك معترض ان الميشن والفيجن دي حاجه مهمه. لا يا فندم، مهمه جدا مهمه جدا، بس هي مش معلنه. هي مش معلنه بس لازم تكون موجوده، لان هو احنا بني ادمين قد اند. احنا بنؤمن بفاليوز وعندنا رؤيه وعندنا حاجات ممكن عايزين نروح لها. اوكي. واحنا طول الوقت عارفين بنعمل ايه، فكل ده معنى الفيجن والميشن والفاليوز. اوكي. This is a gap بتحصل. يعني احنا في شغلنا في الكونسلتيشن، الحاجات اللي ليها دعوه بالورك بليس ويلنس والبوزيتيف ورك بليس، انه من اول الحاجات اللي بنديتكت فيها المشاكل ان اللي انت بتقوله بقى ده يا ايهاب، الميشن والفيجن والفاليوز ان هي ما تبقاش معلنه. بالظبط كده. فتدخل الناس تحترق جوه بقى. بالظبط كده، ما تبقاش فاهمه. هو احنا اكتشف بقى، ادخل بقى اقعد اتفاجئ. بالظبط. انا بتفاجئ بقى بفاليوز، بتفاجئ بماشن، بتفاجئ بفيجن، وانا لازم اترجمها وافهمها. فعشان كده كتر ما الناس بتقعد شويه فبتبتدي تستوعب هو ايه اللي بيحصل جوه، لان كل شركه ليها دي ان ايه بتاعها. صح. وكل اونر ليه المايند سيت بتاعته. فقد اند هو انا لازم افهم الاول، لان هي مش هتبقى معلنه لفتره كبيره، ممكن تكون وممكن ما تبقاش معلنه خالص. فانا حاسس ان في حاجات بتحصل غريبه جدا حواليا ومش المفروض ده الستاندرد، بس هي دي طبيعه الشركه. طب انا كده اتزنقت في الشركه دي، طب انا مش فاهم هم عايزين ايه مني، ما انا مش فاهم هم بيشتغلوا كده ازاي. اوكي. بلس بقى الخناقه ما بين ده، انا بتكلم على موظف داخل جديد جوه شركه كبرت قوي قوي قوي، والحاجات دي مش معلنه بالنسبه له. وفي بعض الاحيان الاخرى ان بيعلن فيجن وميشن وفاليوز بس ما بتبقاش ماتشد مع الحقيقه. ايوه بالظبط. الحقيقه حاجه واللي احنا عالنينه حاجه. احنا حاطينهم على الحيطه. احنا حاطينهم على الحيطه بس.
ليه بقى بيحصل ده برضو؟ عشان واحنا بنعمل developing للفيجن والميشن والفاليوز we did not take into our consideration ان الناس دي تبقى موجوده معانا. اوكي. هم اللي موجودين من الاول. طيب they are a stakeholder they are a stakeholder في الفيجن والديفلوبينج بتاع الفيجن والميشن والفاليو. احنا بنتكلم دلوقتي على الجيل الاولاني ولا الجيل الثاني؟ نتكلم لسه على الجيل الاولاني. على الجيل الاولاني. ما انا بقول لك بقى الناس اللي بتدخل الاورجنايزيشن بعد كده بتبقى يا اما موظف يا اما جيل تاني. اوكي. طيب فاحنا دلوقتي قلنا انه صاحب الجيل الاول او صاحب الشغل اللي هو عنده كل التفاصيل، كل الفكره، يعني كل حاجه تمام. قول لي بقى كده والدنيا بتروح للجيل التاني بقى بفكر جديد بقى. بصي في مؤثرات كتيره جدا بقى للقصه دي، ان الجيل التاني يبقى ويل ماتيورد ويبقوا هم ناضجين كفايه ان هم يقدروا يدوروا وياخدوا من الجيل الاول يروحوا يكملوا الشركه، لان هو الهدف في النهايه سستينابيلتي، ان انا اكمل، ان انا الشركه دي تفضل مكمله طول الوقت وتكبر وتزيد، ما تقلش، ما تبقاش حجمها بيشرنك. طب نعمل ده ازاي؟ لازم يبقى في فكر يحترم الموجود ويبني عليه اللي جاي. ما ينفعش ان انا اجي اهد واطلع من الاول وجديد. في بنسب كبيره جدا جدا ده بيخلي الاورجنايزيشن يا اما تفضل بتقع وقعه كبيره جدا وبعد كده تاخد وقت كبير قوي قبل ما تقوم، او ان هي بتنتهي تماما. فلازم اكونسيدر كل بني ادم موجود في الاورجنايزيشن من زمان، حتى ايفن لو هو مش جاي على مزاجي اي اكسبت هم ان هو فاكتور في المعادله. ما ينفعش انا فجاه ارمي القديم ده كله واطلع بجديد بقى، لا، طور فيه، اعمل تشينج مانجمنت معاه، خده كده واطلع بيه واحده واحده، افهم هو الانترست بتاعه ايه، افهم البين بتاعه ايه. ده اللي هيخلي ان الجيل التاني يقدر يتعامل مع الجيل الاول و خلينا نقول الناس او الجيل الاول من الموظفين كمان، مش من بس الاونرز. طيب المشكله بتبقى فين؟ المشكله بتبقى ان طبعا ان انا كجيل اول انا خدت ولادي علمتهم احسن تعليم وديتهم بره، عملت MBA، عملوا MBAs، عملوا ماسترز، عملوا دكتوراه، عملوا حاجات حلوه كتيره قوي، فهم جايين بفكر طبعا مغاير تماما عن الواقع اللي هو ابتدى بيه. والمؤثرات الخارجيه برضو على البيزنس مختلفه طبعا اقتصاديا وبوليتيكلي وكل طبعا حاجة. وهو ان الولاد ما بيبقوش عاشوا الحياه اللي موجوده اللي جوه دي، فهو بيفضل مسيطر طول ما هو موجود، بيفضل برضو بيتحكم في اللعبه مع الجيل التاني، بس هم بيبتدوا يستراجلوا ويبتدوا يبقى في يعني ايه مناوشات كبيره جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه الحقيقه ان هو برضو مع التقدم الاداري بتلاقي في موظفين لازم تعززي بيهم ليسوا من الجيل الاول، ده برضو جيل تاني، موظفين جيل تاني. موظفين الجيل التاني بيدخلوا بقى في معركة شديدة العنف وخناقة كبيرة جدا، ان هم يحاولوا يحطوا اللي درسوه وتعلموه في شغلهم اللي فات في شركات ايا كان فاميلي او شركات مالتي ناشونالز، بس عندها سيستمز ان هي تدخل يتوائم مع الثقافة اللي موجودة الجديدة دي ويقبلها ويطلع بيها لقدام. خلي بالك نقطة مهمة قوي، التقبل هو الاصل في الموضوع. ممكن يكون في حاجات غلط كتير بتحصل وانت شايفه حاجات غلط كتير بتحصل، من الجيل القديم، من الجيل الجديد، يتقبل ان في مشكلات والدنيا مش ماشيه سموث والامور مش ماشيه احسن حاجه، وعمر ما الدنيا هتمشي احسن حاجه وماشيين على الستاندرد. لا، ده في جابس محتاجين نغطيها بذكاء، وليس بالخناق، وليس بالحرب، وليس بالبوليتكس، وليس بالكلام ده كله. اتقبل اللي موجود وامشي معاه شويه، لان دايما احنا بنتعلم ان احنا نحرك العربيه ازاي. انا عايز اجيب العربيه يمين، فانا لازم امشي شويه تاخد سرعه في اتجاه ممكن ما يبقاش ده الاتجاه اللي انا عايزه، وبعد كده اميل بيها في اتجاه تاني، مش كده؟ وخلي بالك بقى الاجيال الاولى، الناس اللي قامت بالشركه والشركه هم كانوا عصب الشركه في الاول، حتى ايفن لما بيكبروا شويه طاقتهم بتقل وبيتعبوا. فالجيل التاني والتالت من الموظفين بقى، من المديرين الجداد بقى بتوع الجيل التاني، يجي مثلا يبقى عايز يضغط على او يلاقي واحد ان هو مش شغال، فعايز يعمل ايه؟ يلا بينا نرفده او نمشيه بقى ونعمل فيه اي حاجه. يلاقي ان هو القرار بتاعه مش هيقدر ينفذه،
ليه؟ لان هو معلش الراجل هو عايز يرفض الجيل لا عايز يرفض الناس ان حد من المؤسسين اللي كان اللي هم القدام اوكي اللي هو طاقته قلت، راجل كبر بس عمل حاجات كتير قبل كده، بس النهارده مش قادر يشتغل كويس. اوكي فهو ابتدى احنا عايزين نطلع لقدام بقى، عايزين نجري بالشركه، عايزين فيلاقيه طاقته صغيره وهو ذو سلطه او ذو منصب يعني، وهو تحت ادارته، فهو بيقول لك خلاص انا مش هقدر اشتغل، الراجل ده مش قادر يشتغل، نعمل فيه ايه؟ يلا بينا نترمينيته، ما يقدرش، القرار بتاعه ما يمشيش. ليه؟ عشان فاميلي بيزنس. عشان هو ليه علاقات بالعيله. ايوه الراجل ده عيلته اصلا ليها علاقات بالعيله المالكه، يا فاهمه؟ فتلاقي في ستراجلز بتحصل بقى في الحته دي. اللي انا عايز اقوله ايه، ان في مشكلتين عندنا بتبقى في الجيل الحاكم التاني والتالت، طبعا لو جه التالت، وكمان الموظفين اللي بيجوا على الجيل الاول كموظفين بقى، لان انت لما بتكبري بتجيبي وظائف اداريه، لازم تبقى عندك مديرين تانيين جداد ما يبقوش فاهمين الكالتشر اللي موجوده، مش فاهمين الناس دي بتشتغل ازاي، تبتدي الحرب تقوم. فانا دلوقتي النقطه بقى دور مين بقى مهم في القصه دي؟ دور الراجل المؤسس والجيل التاني اوكي في إدارة المعركة. إن الناس دي تتقبل وجود الجداد والجداد يتقبلوا وجود القدام، فدي نقطة مهمة جدا أول حاجة. تاني حاجة إن الناس اللي جاية دي جاية مش عشان تاخد وظايفكم، لا دي جاية عشان تساعدكم إن إحنا كلنا نكبر مع بعض، واللي بيدير القصة دي كلها الأونر أو الفئة الحاكمة. تاني حاجة وجود السيستمز مهم جدا، بس الريزيستنس بتاعته بتبقى مرعبة. ولربما السيستمز دي لما بتيجي ما تبقاش متوطنت والناس اشتغلت عليها بجد وطلعت منها شغل بجد وابتدينا نعتمد عليه، تأكدي تماما ان فجأة هتلاقي الحاجات دي كلها انتهت بعدم وجود الناس اللي نفذتها او اللي ابتدتها. بس انا حاسه ان انت واقف قوي يا ايهاب في صف الجيل القديم. يعني انا وانا قاعده معاك يعني my experience مع الفاميلي بزنس و correct me I don't know if this is right or wrong، بس my experience بصراحة was انه لو الجيل القديم كله تنحى which is دي حاجة صعبة، لان زي ما انت بتقول دول ناس بقالهم كتير قاعدين فدي حتة انا مش عايزة ادخل في الحتة الايموشنال دلوقتي، خلينا نمشي في الحتة الباي ذا بوك. يعني انه طول ما الجيل القديم موجود طول ما فيه ريزيستنس. صح. فانا ببقى شايفه من وجهه نظري المتواضعه انه لازم الجيل القديم كله يتنحى ويسيب زي ما نقول ايه الاطار بتاع شكل الشركه او الاسنس بتاع الشركه وشويه اداره اوف ان الشركه ما تتغيرش، بس انه يبقى الاشخاص القديمه موجوده بيبقى فيه كميه ريزيستنس، وبيبداوا ان الجيل القديم انا على فكره I totally understand جدا، وانا هبقى في الوضع ده في يوم من الايام لما هكبر ودماغي تقفل وابقى بعمل حاجه بقالي كتير. لا هو احنا لازم نمشي. صح، انا متفق معاكي تماما، بس مش متفق معاكي اطلاقا ان احنا ننحي الجيل ده، ننحيه ده حلو. شيء وانا مع خاطئ تماما. خلينا نقول الاثنين، لان هم بيشتغلوا يس، لان هم بيعملوا الشغل بس بطريقه مختلفه. اوكي هم بيعملوا الشغل وعلى فكره حريصين على مصلحه الشركه جدا، وحريصين ان الشركه دي تقوم، وحريصين ان الشركه دي تتقدم، بس هو ممكن ما يبقاش عارف الادوات الجديده، مش عارف ان هو ممكن يعمل حاجه تسرع له الوقت شويه. أوكي. ممكن يعمل حاجه ممكن ما يكونش عارفها فيتعلم منها حاجات جديده. هو بقى خلاص عارف كويس جدا وحافظ الحاجات اللي بيعملها كويس قوي. ان انت تعملي تشينج وتنحي الناس دي خالص بس غير ما تتقبلي. اسمعي، خليني اقول لك حاجه، بس عايزه اصحح حاجه. أيوة. انا مش قصدي امشي الجيل القديم، لا مش قصدي تمشيه برضو، resistance. تنحيتهم بشكل هم هيبقوا ريزيستنس اقوى منك، ممكن يكسروكي كنظام جديد وما يمشوش عليه خالص، ويعملوا لك مشاكل اكبر لان هم مفاتيح الحياه بتبقى في ايديهم، لان هم اعتمد عليهم بشكل كبير جدا. الفكره كلها في ايه بقى النهارده؟ ان انا ما نحيهمش، ده بالعكس انا احطهم في المنظومه الجديده اللي انا عايز اروح لها. ايوه يبقى ليهم ادوار، والادوار دول بيعملوها، لربما الادوار كاستمايزد عليهم، كويس كاستمايزد عليهم،
واتقبل وجودهم بشكل، لان هو لو جيتي كلمتيه يقول لك انا اتقبل وجودنا، ده انت اصلا اللي مش المفروض تبقاش موجود. ده انا اصلا الاصل في الموضوع. ما ايوه بيرفضوا. صح، بس انا لازم اضغط بشكل او باخر ان انا انظم الامور بشكل يكون في سيستمز، ان انا اخلي الناس تمشي على السيستمز دي، لان الريزيستنس موجوده حتى ايفن في اي جيل من الاجيال على فكره. صح. بس تنحيتهم او عدم الاكتراث ليهم ده هيؤذي البيزنس اكتر. فالكلام يبقى على ايه بقى؟ ان انا اخد الناس دي معايا في التغيير، احطهم اطراف طبعا، واقول لهم واخد القرارات معاهم واوجههم في القرار اللي انا عايز اوديه، واحتفظ باهميتهم. اللي هيرفض بقى هتعمل ايه؟ ما هو الرفض بقى دايما ما بقاش رفض مباشر، لان في وجود الصاحب او صاحب العمل الرفض ما بقاش رفض مباشر، الرفض بيبقى رفض غير مباشر اللي هو فيه شلاليه. بالظبط كده. طيب ففي تاكتكس بقى بتلعبيها بقى مختلفه. أيوة. شويتين ثلاثه بقى. حلو، نمشي بقى أيوة. واحده بقى. فدلوقتي رحنا عند الجيل القديم. بالظبط. خلاص الجيل القديم عمل ريزيستنس بالظبط، وهوقف لك المراكب السايره. برافو. ولو انت عملت بقى سايكولوجي اوف تشينج ولعبنا كل الالعاب وجميل، برضو يا العيال دي في الشركه دي مثلا، فرحت عملت بقى شلاليه، قومت ده على ده وسخنت ده على ده، ورحت لصاحب الشركه وقلت له ده انت مش عارف الناس مولعه في بعض. انا شكرا ان انت موافق معايا على اللي بيحصل. لا انا موافق، وانا هرد عليكي فيه، لان أيوة. انا ماشي معاكي، لان ده موجود احنا مش هننكره. أوكي. بس هي الفكره في الاخر ايه بقى؟ ان كل واحد من الناس اللي موجوده ليه انترست، اوكي، وليه مصلحه. فانت لازم تدوري على شوفي المصلحه بتاعته دي فين، وتروحي تاثري عليها بشكل او باخر. سايكولوجي اوف نيدز بقى. يس تاثري، تحسسيه المصلحه او الانترست اللي انت عايز تروح له ده، والمصلحه بتاعتك دي ممكن تتاثر لو انت ما مشيتش معايا على السيستم. لو عملتي تاكلينج، انا مش عايز ادي تفاصيل اكتر شويه من كده، بس لو قدرتي تقدري تفهمي هو ايه الانترست بتاعه وايه المصلحه، يعني في الاخر اتس ماتر اوف انترست. مش معنى الانترست انا اقصد ان هو لا قدر الله او حاجه وحشه يعني، لا بس انا اقصده انترست مشروع. بس الانترست المشروع ده لازم انت تكوني مسيطره عليه وعارفه هو الانترست بتاعه ايه، فعشان تقدري تتحركي في الاتجاه اللي انت عايزاه. وهو لو يعني وهو لو اتاثر الانترست وعرف ان الانترست بتاعك، وده مهم جدا في الحته اللي احنا بنتكلم فيها دايما او اللي احنا اتعرفنا على بعض فيها، اللي هي psychology of people. يعني عشان ابقى فاهم البني ادم ده عباره عن شويه حاجات، عباره عن personality، عباره عن شويه احتياجات، هو عنده احتياجات، شويه عن شويه behavior، شويه values، هو عايز values مهمه في دماغه. فانت لازم تبقي فاهمه الفاليوز بتاعت الراجل ده شكله عامل ازاي، لازم تبقي فاهمه الانترست بتاعه شكله عامل ازاي، لازم تبقي عارفه هو شخصيته شكلها عامل ازاي. عشان تقدري تلعبي اللعبه دي لازم تفهمي كل حاجه عن الناس دي، عن كل الناس بقى، مش هو دول بس مفاتيح. برافو عليكي. المفاتيح وهو بيؤمن بايه، فانت تعرفي تلعبي او تعرفي تتحركي معاه بشويه تاكتكس، تعرفي تحركيه في الاتجاه اللي انت عايزه تحركي ليه. مفيش بني ادم مش عايز يتغير، بس هو مش عارف او بيبقى ليه مفتاح ازاي يتغير. مفتاح صح. بس طبعا ارجع تاني اقول برضو الكلمه المشهوره، ان هو لازم ان هو يبقى هو اللي عايز يتغير، مش انا اللي عايز اغيره، وهو يقول لي تمام انا عايز اتغير بس انت ساعدني. انا اللي لازم اساعد نفسي في الاول لو انا عايز اتغير. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. بفكركم تاني بليز سبسكرايب لخناقه شغل، علشان نفضل نجيب لكم يعني ستوريز جديده زي كده. الفاميلي بيزنسز حاجه مختلفه، وثانك يو سو ماتش. فانت من وجهه نظرك انه لو انا عرفت البني ادم، ودي حاجه يعني يمكن الناس اللي دارسه بقى سايكولوجي بالظبط، سايكولوجي والتشينج بقى بتاع البني ادمين وكده، we do strongly believe ان لو انا معايا مفاتيح الشخص هعرف اديره بطريقه او باخرى. برافو عليك. بس خلينا نتفق ان في الفاميلي بيزنس بس التشالنج اللي بتبقى موجوده ان فعلا في ناس زي ما انت قلت I don't want to change. يس.
وهنا اللي بيحصل ان بيبقى الستراجل بقى بتاعت ده الاستاذ مش عارفه محمد معانا بقاله 35 سنه، انا مش هينفع امشيه مثلا او كذا، which I understand. لو انت بتليدي للتشينج بقى لازم تكوني عارفه عن الناس كويس جدا جدا جدا. انا ضد ان حد يجي اون شلف يجيب لك بوليسيز وبروسيديورز ويلا بينا ونخش وهنعمل الكلام ده ولازم يتكتب ويلا يا جماعه كلنا نفولو. ما حدش هيفولو. انت لازم تدخلي تعيشي الحياه جوه، تفهمي الناس بتتحرك ازاي، تعرفي النتورك شكلها عامل ازاي، تعرفي الانتر كونكشنز بين الناس وبعضها شكله عامل ازاي، تعرفي الانترست بتاع كل واحد شكله عامل ازاي. مهم جدا تدخلي جوه قلب الاورجنايزيشن وتستني شويه وتتفرجي وتسمعي كتير من غير ما تاخدي اي اكشن، عشان تقدري بعد كده تبقي فاهمه كويس جدا ان اي حركه او تحرك من ناحيتك او اكشن اتعمل من ناحيتك الريفلكشن بتاعه شكله عامل ازاي، النتيجه بتاعته ممكن تبقى شكلها عامل ازاي. من غير ما تكوني عارفه كويس وقاريه كويس المكان وفاهمه ايه العلاقات اللي موجوده شكلها عامل ازاي، عمرك ما هتقدري تعملي تشينج. لان التشينج على فكره من اصعب الحاجات اللي طبعاً. ممكن تحصل في الحياه. هو انا النهارده النهارده يكره التغيير. انا النهارده لو جيت قلت لك النهارده انت عماله تشربي شاي مثلا من غير سكر وقلت لك احط لك معلقه سكر، هتقعديش صح. كتير قوي عقبال ما تقولي لي انا مش هقدر اعمل ده. انا يعني شوفي بقى على معلقه سكر، يعني بتاخدي معلقتين سكر هقول لك 3 معالق سكر مش تقدري، او العكس بتاخدي 3 معالق سكر هقول لك انا هتخلم لك واحده بس. التغيير الناس ضد التغيير دايما، احنا دايما بنحب ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بنستقر عشان نعمر الارض. تعمير الارض ده محتاج ان انت في حاجات لازم تفضل روتينيه ما تتغيرش، مش بالضروره تتغير. صحيح ان العالم كله بيتغير النهارده واحنا في زمن الفوكا، الدنيا بتتحرك بسرعه جدا والامور ما بقتش كل يوم في جديد وكل يوم في حاجه مختلفه. بس تعمير الارض وتعمير البيوت محتاج ان هو استقرار، ومحتاج ان الدنيا تبقى ماشيه بشكل كبير على ثبات. بس الحقيقه دلوقتي ما بقاش الكلام ده موجود. فانا لازم ابقى عارف كويس جدا ان انا بقى عندي مرونه نفسيه، ومرونه بقى اللي هي الايه ريزيلينس، وعندي اجيليتي ان انا اقدر اتحرك في كذا موضع باشكال سريعه جدا، واقدر اتعامل بشكل نفسيا بقى اقدر اتعامل مع كل الاشكال او كل الشخصيات اللي ممكن اقابلها في حياتي. وهنا الحقيقه نرجع تاني للسايكولوجي والبيرسوناليتي. بيرسوناليتيز، في بعض البيرسوناليتيز ما بيعرفش ما بيقدرش هيعمل ايه، اقول لك انا والله ما انا بص انا ليا طريقتي وليا اسلوبي وهي دي طريقتي، انت بقى عايز تقبلها قبلها، مش عايز تقبلها بلاش. هو هنا بقى يعني هنا انترستنجلي عايزه اخد باوز كده واقول ان الداينامكس هنا حاصله فيها حاجه من الحاجات اللي بتحصل في الورك بليس، وهي انه على قدر ما انا وايهاب متفقين ان الاهم حاجه ان الواحد يبقى عارف السايكولوجي بتاعت البني ادم علشان يعرف ايه الان اند اوتس بتاعته، الموتيفيشن، وايه الحاجات اللي هيبقى النيدز بتاعته. ولكن احنا منقسمين هنا فريق ان هو شايف which الصح على فكرة ان معرفتي بالشخص والمفاتيح بتاعته هتخليني اقنع اي حد انه يتغير. وانا من المدرسه بتاعت كيل ذا كاو دي، ولا كانت بنقول عليها ايه اللي هي في التشينج مانجمنت. تقصدي ان هو ادفن اللي موجود او ما اقتله اقتل. انه sometimes الناس بتبقى ما عندهاش السايكولوجيكال فلكسبيليتي تو تشينج، وفعلا بيبقى يعني يانا يا عليا وعلى اعدائي. فانا من الفريق بتاع انه sometimes لا ممكن ما يبقاش معانا مفاتيح البني ادم والبني ادم جاب اخره، وايهاب بيقول لا مهما حصل احنا هنبقى عارفين المفاتيح. ودي حاجه لو تبين قد ايه الاستراتيجيات بتاعت الناس في الشغل مختلفه. وعلى فكره برضو انا شخص feeling وانت شخص more of a thinker. meaning that ان انا شخص بحط البني ادمين قبل اللوجيك، ايهاب شخص بيحط اللوجيك قبل البني ادمين. يت الداينامكس بتاعتنا في الشغل surprisingly is different. هتبوظي سمعتي. انا بكير اباوت بيبل. انت على فكره بس انت الكلام اللي بتقوله انا طالعه شريره على فكره. ده انا اللي طالعه شريره هنا. I care about people. بس من البرسبكتيف اللي هو المنطق، ما يبقاش ان احنا عايشين بنراعي ضد مصلحه المكان او طبعا. ضد مصلحه بني ادم. في اوقات على فكره بتاخدي قرار، يمكن عشان بشتغل في الاتش ار شويه الامور بتبقى شكلها مختلف عندنا.
او في رؤيتنا للامور، ان في بعض الاحيان انت بتحسي ان اللي قدامك حاسس ان هو اتظلم، بس انت عامله لمصلحته ان هو يمشي في الاتجاه المظبوط. صح. which is برضو ده مش judging مني، بس هو الواقع بيقول كده. في بعض الاحيان انت بتاخدي اكشن ممكن يكون تحس ان في ناس هتتاذى من ده، بس هو الحقيقه ما بقاش الغرض ده، بيبقى الغرض حاجه تانية خالص، ان هو الامور تمشي بشكل سليم وصحيح. مش عايز ادخل في الحته دي عشان هي سبجكتيفلي شويه، وناس تقول لك يعني انت هتحكم الناس وانت هتتحكم وهتجادج على الناس. ده مش بتجادج ولا حاجه، بس في بعض الاحيان الناس ما بتبقاش شايفه الصوره كامله. فرؤيه الصوره كامله مهمه، ورؤيه الناس مهمه، ورؤيه الاونرز مهمه. في الفاميلي بيزنس بالذات لازم تكوني فاهمه الناس دي رايحه على فين، بتفكر ازاي. ما هو ما ينفعش ان انا يعني ايه ابقى قاعد كده مش فاهم ايه اللي بيحصل، واصل هم بيظلموني، واصل هم بيضايقوني، واصل هم بيخبطوا فيا، واصل هم ما يا عم افهم نبقى طريقه فاهمين الشغل اللي عامله حاصلة. ازاي، وفاهم افهم الفيجن والماشن والفاليوز بتاعت الناس دي شكلها عامله ازاي، الاستراتيجيز اللي بيتحركوا بيها شكلها عامل ازاي. ولا ربما بعض الاحيان ما بتبقاش على نفس الفاليوز بتاعتي، ولا ربما اوقات ما بتبقاش في نفس ما فيش ميوتشال اند، ما فيش الاكسبكتيشنز بتاعتي غير الاكسبكتيشنز بتاعتهم فيا. فانا عندي مشكله بتبقى هنا ان الاكسبكتيشنز لما تختلف، يا اما انا بوصل ليهم يا اما هم بيحاولوا يوصلوا ليا، بس at the end لازم يبقى في حاجه نتواصل فيها في النص كده، نعرف نتحرك مع بعض فيها. لكن لو فضلنا عايشين بقى ان اصل هم ظالميني وانا مش عارف ايه، مش هنخلص، الخناقه مش هتنتهي. طب عندي سؤال. دلوقتي فكرة انه لما الشلالية بتحصل، لو القرارات ما جاتش سريعة وفيها تدخل في الفاميلي بيزنس، هنا الواحد بيفقد ان مديري في ظهري. دي ممكن نعمل فيها يعني، دي بقى ممكن تداعياتها تبقى اكبر. طيب خلينا مو موضوع الشلاليه ده، يعني انا يعني معترض على الكلمه شويه. الشلاليه هي مش شلاليه، هي بتبقى ارتباط عنيف وشديد بين الناس وبعضها. في بعض الاحيان معرفش ازخرف الكلام. في بعض الاحيان بتبقى قرابات، في بعض جامدة. الاحيان بتبقى أيوة. صداقات، في بعض الاحيان بتبقى نسب. يعني في اشكال كتيره يعني جدا الحتة دي يعني نعمل فيها ايه؟ انا خليني اقول لك دايما في حته مهمه قوي، وانا بعمل التشينج اي هاف تو كونسيدر الانترست بتاع كل بني ادم. ما احنا قلناها دي. ايوه، انا قصدي الانترست يعني ايه، انا قصدي يعني وانا بعمل التغيير انا بقول ان انا عايزين مثلا نحط بوليسي جديده. البوليسي دي لازم يبقى فيها البوليسي انا دي. عايزه حد ياخد لي حقي دلوقتي يا ايهاب. انا حد دلوقتي يعني، انا دي مثلا حصلت معايا انه انا دخلت، انت عشان تدخل فاميلي بيزنس اول حاجه لازم تعملها to build trust that is unbreakable، وتبقى super transparent. تمام، دخلنا الحته دي، اخدنا الباك اب، حلو. بدات بقى الناس اللي بره انت داخل عليهم جديد، هتبدا بقى الحرب. اللي حصل انه لا اتضحى بيا، لولا ان الاونر في ظهري، ولولا ان الاونر انا لقيت فعلا حد في ظهري، انا ما كنتش هكمل يوم. طيب ففي وقفه كده بتحصل، بتحس انه لا هو اتس فاميلي بزنس. بس ده على فكره كان جيل جديد برضو، يعني اللي وقف في ظهري ده مش جيل اول. الجيل الاول خليني اقول لك على حاجتين مهمين جدا بقى، لازم تكوني يو كونسيدر ذات وانت داخله على فاميلي بزنس. يو هاف تو كونسيدر حاجتين. اول حاجه الكونسيدريشن بتاعتك لازم تكوني انت جايه داخله على ماشن تعمليها كويس، فانت عارفه انت جايه داخله تعملي ايه، عارفه جايه تشتغلي حاجه معينه. لا جايه تشتغلي حاجه معينه، فانت عارفه كويس جدا وكونفيدنت من الحاجه اللي انت بتعمليها كويس جدا. تمام، اوكي. تاني حاجه لازم تكوني عامله حسابك ان هي في حرب هتخش. بالظبط. لازم تكوني عامله حسابك ان انت ممكن تاخدي ضربه قاتله، ما تجريش فيها تقولي اصل انا عايز اخد حقي. ما بيجيش بالحق ده، ما يجيش حق فيس تو فيس، عشان انت شخصيتك اس تي جي، انت سوري اس اف. فاس اف ده عايز حقه دلوقتي، مش هينفع. انت لازم تستني على حقك سيكا. انا اسف في سيكا معلش. اقعد شويه بقى موجوع. تستني ضربه هتجيلك، هتتخبطي خبطه ممكن يعني تؤلمك جدا، بس you have to consider ان الضربه دي ممكن تكون جايه بقصد او من غير قصد، بس لو بقصد هتبقى ليها تداعيات اخرى. فيو هاف ان انت تكونسيدر من اول وانت داخله المكان ان في خبطات هتتخبطيها، لان انت داخله على حته فيها تشينج مانجمنت. فلازم يبقى في ناس هتبقى مش موافقه على اللي انت بتعمليه، فلازم تبقي عامله حسابك ان انت ممكن تتخبطي خبطه.
بس ده مهم لازم أوي. ايوه لازم تبقي عارفه برضو انا هرد الخبطه دي بس بنيه التعديل وليس بنيه الانتقام. الانتقام هيودينا في داهيه بقى، صح. هيودينا بقى في حته تانية خالص. هنعمل شلل لكن تانية. انا ابقى عارف وكونسيدر ان هو بيضربوني الضربه دي عشان انا بيعارضوني في التشينج اللي انا جاي اعمله، يعني acceptable to some extent. اوكي. ما تبقاش طبعا في اخلاق، ما تبقاش في حاجه ethical يعني قويه، بس لازم اكون فاهم ان انا هتخبط. اوكي دي مهمه يعني ما بقاش برضه. داخل خناقه واقول ان انا مش هتضرب. أيوة، يا جماعه أيوة، انا دي لا لا مهمة. ما فيش لا، أنا حاجه كنت وان داخلة واي، كده لا بصراحة. لازم المرونه بقى. المرونه انا اتحرك بمرونه، انا هعرف ان انا ابقى عامل زي المطاطه كده، اتخبط وارجع تاني، اتخبط وارجع تاني. اللي بيحصل ايه؟ ان الناس بتتخبط خبطه فتحس ان هي كرامتها اتهانت وان انا اتدمرت، فانا هاخد بعضي واهرب من المكان الغريب والمريب ده. والناس بقى اللي موجوده الاصل بقى، او الناس اللي قامت بالاورجانيزيشن يقول لك بص ما تستحملش، طلع عظمه طري. مطري اوكي. الخبطه كده كسر. فهي اللقطه هنا بقى، انا مش المفروض ان انا يعني في اي شغل على فكره باي ذا واي، مش بس في فاميلي بزنسز، اي هاف يبقى عندي مرونه، يعني رايح جاي كده، الخبطه بتيجي وتروح، الخبطه بتيجي وتروح. في ناس ما بتقدرش تعمل ده، ودي هي دي الكي المهم. وازاي كمان بقى نقطه ثالثه بقى خليني اقول لك اضيفها كمان، ازاي اعمل بروتكشن الكافي ليا ان انا ما اتخبطش خبطات جامده. يعني لازم انا داخل كده واخد بالدروع بتاعتي. تقدر تقول لنا تو راب اب 1 2 3 تاكتكس؟ طيب هي اول حاجه لازم اكون عارف انا جاي ان انا داخل عشان اعمل تشينج معين وهعمل حاجه معينه، ابقى عارف منها وابقى كونفيدنت ان انا عملتها قبل كده او ان انا عارف بعملها ازاي كويس قوي، واثق من نفسي فيها. تاني حاجه ابقى عارف ان انا هتخبط والتغيير لازم يبقى فيه ريزيستنس، وابقى فاهم ان الخبطات دي ممكن تيجي يمين وشمال ومن فوق وتحت من كل حته. تالت حاجه انا هضيف واحده رابعه على فكره باي ذا واي، تالت حاجه لازم اكون فاهمها كويس جدا ان انا هدخل بشويه دروع تحميني من الضربات القويه قوي اللي ممكن تدمرني تماما. رابع حاجه مهمه جدا 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 ان هو ابقى عارف ان انا في لحظه اللي انا متخيله ظهر ليا ممكن ما يقدرش يحميني، ما يقدرش يحميني غصبا عنه. مش عايز، هو مش عايز، بس غصبا عنه الدايره اتقفلت حواليا. اوكي. في بعض الاحيان، فلازم عشان كده الدروع مهمه. عشان كده الدروع مهمه. اوكي. فانا لازم ابقى عامل حسابي ان انا ممكن اللي انا عامل حسابي ده الريس بتاعي ده الجامد قوي ده، حتى ايفن الاونر. اوكي. تخيلي بقى الايفن الاونر ما يقدرش يحميني، مش هيقدر في اللحظه دي. طب احنا هنشتغل في فاميلي بيزنس ليه؟ انا بقول ان دي يعني سيتويشنز بتحصل في مراحل التغيير العنيفه صح. العنيفه وتوارد الاجيال على الشركات. أيوة. خلي بالك هي دي اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها. لكن لا، الفاميلي بزنس اي بليف ان احنا قلنا 70% من البيزنس يا شيماء، 70% من البيزنسز يا شيماء في العالم فاميلي بزنس. يعني الناس دي عايشه وبتمثل ارقام مليارات دولارات في الخليج تحديدا كمان. في القصه دي خليني اقول لك بقى حاجه لطيفه، بما ان جبنا سيره الخليج بيعملوا حاجه لطيفه جدا بقى، بيجيبوا شركات اسسمنتس للبيرسوناليتيز، وبياخدوا العيله كلها يعملوا لها اسسمنتس، ويبتدي يشوفوا مين اللي يقدر يشتغل ايه وشخصيته تليق على ايه، ويبتدوا يحطوا الجفرنس بتاع الاورجنايزيشن الكبيره. كنت لسه هقول لك انا اي ام برو جدا الفاميلي بزنس تو بي مانجد فروم اكسترنال كومباني بصراحه. ما هقول لك بس من اول الاجيال الصغيره. خليني اقول لك بقى على حاجه لطيفه جدا. في بعض الاحيان الاونر بيبقى عايز يعمل تشينج، بس من كتر ما هو خلاص الكالتشر بقت شديده قوي بيجيب حد من بره. ما هو ده صح. بس اللي من بره ده المفروض ما يجيبش حاجه من الشلف، يجيب حاجه على حسب مقاس بزنس سايكولوجي يا جماعه. ايوه على حسب المقاس طبعاً. بتاع الشركه اللي هو داخل لها طبعا يدخل ياخد المقاسات. طبعا اي حد بيجي يبني حاجه بيعمل ايه؟ بياخد المقاسات، بيشوف الدنيا شكلها عامل ازاي. انا هبني هنا ولا ههد حيطه هنا ولا هحط ازاز هنا ولا هحط طوبه هنا، كل الكلام ده لازم يتقاس عشان اقدر ما اتفاجئش بحاجات ممكن حيطه تقع عليا وانا ماشي وانا مش عارف ان الحيطه دي اصلا مهزوزه. مظبوط. وقعت عليا اقعد اعيط اقول بص ده هم ما قالوليش ان انا ممكن الحيطه تقع عليا، وده اللي بيحصل مع ناس كتيره، يمكن حصل معاكي.
فالخطوره هنا ان انا ببقى مقدر، بالذات على فكره ان دايما اقول الكلام ده كمان في الليفلز العاليه من المانجمنت كمان. يمكن الولاد الصغيرين اللي بيدخلوا الاورجانيزيشنز ما بيبقوش فاهمين قوي اللي احنا بنقوله ده بشكل كبير، بس الولاد الصغيرين لازم يكونوا فاهمين ان هم داخلين يتعلموا حاجه معينه ويبذلوا قصارى جهدهم، عشان دي قصه تانية خالص ممكن يعني نعمل لها حلقه تانية. ازاي الاولاد الصغيرين يبقوا محددين اهدافهم وعايزين يوصلوا لحاجات معينه، وات ايفر فاميلي بزنس، مالتي ناشونالز، وات ايفر. ارجع تاني واقول ان الفاميلي بزنسز دي مؤسسات قويه جدا، مؤسسات يعني لو قدرتي تفهميها كويس جدا هتبقي في منتهى السعاده، جروث بيز او على جروث فاكتور او جروث سايد، على الماني سايد، ايفن فاينانشلي، على كل القطاع او كل الحاجات. يعني هتلاقي حياتك لطيفه، بس يبقى عندك ما يكفي من المرونه ان انت طول الوقت تاخدي الايه الخبطات وتمتصي. ايوه وتروحي وافضل راجعه زي تاني ما كده انا. لذيذه، خلاص الموضوع حاجه كده. فدي الروشته الحقيقه اللي انا حابب اقولها لاي حد بيحاول يعمل تشينج، ولما الجيل التاني بيخش وهو بيعمل تشينج لازم يكونسيدر الكلام ده برضه. ما يدخلش بالقوه الغاشمه، انا الصاحب. ما انت برضه ستيل مش هينفع تبقى انت بتمشي بعدم منطقيه والناس هتقول لك امين، هتقول لك امين شويه لحد ما نلبس في الحيط كلنا. فيو هاف تو كونسيدر كل اللي احنا قلناه في الحلقه النهارده، ان لازم ابقى فاهم كويس جدا انا داخل على ايه، بالذات لما يكون هو بعيد عن الاورجنايزيشن فترات، لان في ناس بتربي ولادها جوه الاورجنايزيشن بتاعتها. فلما بيتربى جوه الاورجنايزيشن فخلاص هو عارف بيعمل ايه، او عارف هو فاهم ايه، عارف هو يعني المفروض يعمل ايه مع الناس، بيبقى معجون معاهم كده خلينا نقول. لكن هو عايش بره الاورجنايزيشن فترات بعيده وتعلم وشاف وبتاع وقالوا له فيجن وماشن واستراتيجيز ويلا نعمل تشينج ونعمل مش عارف ايه الكلام ده كله، هو مش حاسس بالاورجنايزيشن، مش حاسس بالناس اللي جوه. فلما يجي يدخل كده من بعيد فيعمل بقى الطريقه اللي هي بتاعت الاستراتيجي في التنفيذ بتاعتها. لما اجي انفذ استراتيجي بعمل حاجه من الاثنين، يا اما بطير كل اللي موجود وبجيب ناس جديده ايا كان بقى قديم جديد مش مهم، اللي موجود نشيله كله ونحط ناس جديده، يا اما انفست في اللي موجود ده واطلع واعزز بيه بريسورسز في النص عشان كلهم يتوائموا للاوبجكتيف اللي انا عايز اوصل له. فاحنا كده يعني to wrap up، يعني عشان يعني الكلام اخدنا، فاحنا عايزين نقول انه الروشتة ان احنا الفاميلي بيزنس it's not حاجة on the shelf strategy او on the shelf training او او حاجة نقدر نعملها. It's own DNA. يعني thank you يا إيهاب so much على الحلقة الجميلة دي. ويعني التيك اواي بتاعنا انه يعني business and occupational psychology I think it's a must في حتة الفاميلي بيزنس، علشان زي ما إيهاب بيقول احنا لازم ندخل ناخد المقاسات ونعرف الفاليوز والجيل القديم عايز ايه وشايل ايه والدي ان ايه بتاعه عامل ازاي، والجيل الجديد جاي من ثقافة عاملة ازاي وعايز يغير الشركة يبقى شكلها من ايه لايه. ويو ار برو انه من وجهة نظر إيهاب ان التشينج لازم يبقى بطيء، وانا برضو من انصار الموضوع ده جدا، انه لازم ناخد التغيير. وانا على فكرة دايما بقول للناس التغيير من سنه لسنتين اتليست عشان يبقى افكتيف والناس بتتخضم اللي انا بقوله، وعلى حسب حجم الاورجنايزيشن ممكن يبقى اطول. طبعا الاورجنايزيشنز الكبيره طبعا بيبقى اكبر، بس في الاخر زي ما بنقول I need to know البني ادمين اللي شغالين عندي شخصياتهم، النيدز بتاعتهم، how they can be motivated، المصالح بتاعتهم عامله ازاي، to what extent هم هيقدروا يتغيروا، والفلكسبيليتي بتاعتهم عامله ازاي. والهوم ورك بتاعنا كبني ادمين رايحين يشتغلوا لازم ابقى انا معايا الدروع، عارف اني مش داخل على حاجه سهله لو هي في مرحله التشينج، لكن at the end of the day الفاميلي بيزنس فعلا من الانفايرمنت اللي بتبقى very cozy very warm، العلاقات فيها فعلا بتبقى علاقات انسانيه عاليه جدا جدا، ودايما زي ما بنقول على قد الحب على قد الزعل يعني، فعشان كده بيبقى الزعل فيه بفوره. thank you again إيهاب. متشكر جدا جدا. انا اقول حاجه ولا تمام؟ اقول حاجه. شكرا جزيلا يا شماعه على وقتك، وشكرا جزيلا على المناقشه الخناقه اللي عملناها انا وانتي شويه دلوقتي، اختلفنا كتير
بس انا سعيد جدا which is واتمنى good. لك يعني ثانك يس والله يس ان يس انت you brought الاختلاف طبعاً. على الكاميرا، لان طبعاً. الناس بتبقى خايفه انها تزعلني، بس انت دخلت فيها لا شمال ما من ينفع ما اقصدش والله. لا بس هو الكلام خد بعضه يعني، وفي ذا اند هي الخناقه لازم تفضل موجوده وهنحلها، بس لازم يكون عندنا ما يكفي من الشجاعه صح. ومن المرونه ان احنا نحل في الاخر المشكله والخناقه اللي احنا بتقوم دي، نحاول نطفي نارها يعني. اشكرك شكرا جزيلا، Thank you. شكرا جدا جدا. Thank you.